البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي. معكم سهام ادب من الطبخ. على بالي هذه غيبه راني طولت عليكم، صح نقول لكم راني عاودت وليت ان شاء الله، ونرحب كامل المشتركات لي زابوني ديالي. الوصفه تاعنا اليوم كما راكم تشاهدوا، هنا بديت لكم مقتطفات من الفيديو. راح ندير معكم بيتزا كاري ولا كوكا هنايا كما راكم تشاهدوا. وصفه بزاف هايله، صدقوني ما راحش تندموا عليها لو كان جربوها. راهو جاي شهر رمضان ان شاء الله، على بالي راح تحققوا بزاف هاد الوصفه. راح تستعملوها في بلاصه البوراك، على كاين ناس بزاف يحبوا يديروا الكوكا في بلاصه البوراك. قبل ما نبدا لكم الوصفه ونروح نوري لكم الطريقه كيفاش نخدموا بها بيتزا كوفر هذه ولا بيتزا كوكا هذه، نجوزوا مع بعض نديروا لاباط فيتي. انا هنايا راح نوريكم لاباط فيتي، هذه طريقه تانية كنت خليت لكم، راح نخلي لكم عفوا صندوق الوصف الطريقه اللي خدمت بها لاباط فيتي، فيديو درتها رمضان اللي فات ان شاء الله. وهذه طريقه تانية، هذه الطريقه جبتها لكم تاع اليوم بزاف سهله على الطريقه اللي درتها لكم لا فوا باسي. هنا في ريسيبيون عندي 750 غرام تاع الفارينه، ضفت لها الملح كما راكم تشاهدوا. الملح ديروا على حساب عينكم ميزانكم، ما نقدرش نقول لكم الكميه، دير مغرفه صغيره تاع قهوه. وعندي 5 مغارف كبار، سمعوني مليح، 5 مغارف كبار تاع الزيت، زيت عادي. هذا واش نحتاجو في الوصفه هذه، ما كان حتى زياده واحده اخرى. وعندي الماء باش نطمو العجينه. انا هنا راني نسرع في لا فيديو باسكو لو كان خليتها نخدم بالعقل راح تجي فيها واحد نص ساعه كي والو. هنا البنات نبدا نضيفو في الماء، هنا البنات ضيفوا الماء غير بالعقل، بالكو تجرى لكم العجينه انا نسحقها تكون يابسه، نسحقهاش تكون جاريه. فوالا هنا ضيفوا كميه قليله. هنا الماء عادي من روبيني، ضيفوا بالعقل حتى تلمكم العجينه. شوفوا كيفاش ولات، شوفوا ما راهي جاريه طريه بزاف، ما راهي يابسه حكما روحها. هنا غطوها بكيس بلاستيكي وخلوها ترتاح من ربع ساعه حتى نص ساعه، دو بريفيرونس نص ساعه باش كي تحلوها ما حاش تولي لكم. هنايا جبت عفوا الزبده المورقه، هنا كيما راكم تشاهدوا لازم تكون بحراره المطبخ، تكون طريه. من بعد انا حطيتها كيما راهي وضربتها بالحلال، ضربوها مليح حتى تتحلكم مليح كامل تكون طريه. هنا البنات انا الوصفه اللي فاتت اللي درتها لكم كنت رابيتها، وكي ترابيو لاباط عفوا الزبده هذه الزبده المورقه راح تعبوا فيها، راح تخدم لكم، تخدموا لو بغا تاعكم، راح تتعبوا. سي بور سا انا جبتكم هذه الوصفه، وصفه سهله في متناول الجميع، صدقوني راح تخدموها في نص ساعه. من بعد البنات كي نحلوا العجينه عفوا زبده التوريق ديالي نحلها بالحلال تكون طريه بحراره المطبخ. هنا نجيب العجينه بعد ما تكون ريحت بيان سور، هنا نحلها على شكل مستطيل كما راكم تشاهدوا. هنا حلوها ما ترقوهاش بزاف وما تخلوهاش خشينه، خلوها متوسطه، السمك تاعها حوالي 1 مليمتر. فوالا البنات هنا حلوها. انا هنايا تليفوني ما شدليش كامل الطابله، مي نتوما حلوها كامل، حلوها على شكل مستطيل. من بعد جيب زبده التوريق ديالي ونحطها في الوسط، نسي نحلها نفتحها بيدي نديرها في الوسط في وسط العجينه، وندير تاخذ لي لاباط كامل وسط كامل. من بعد كيما راكم تشاهدوا نطوي العجينه من الجهه اليمنى والجهه اليسرى، الجهه اللي مقابلتها، وطريقه راهي باينه كيما راكم تشاهدوا. نطوي الطويه الاولى الطويه الثانيه. هنا مازال ما بديتش نطوي فيهم، مازال ما بديتش نحسب الطبقات، هنا فقط راني نغطي في الزبده ديالي. هنا دوك نوريكم كيفاش تخدموا الطبقات وكيفاش تحسبوا. فوالا البنات هنايا كيما راكم تشاهدوا سيغلقوها مليح باش ما تخرج لكمش الزبده كي تبداو تحلوا فيها. فوالا ومن بعد واش ندير البنات، هنا نعاود نرش لو بلون دو طرافاي ديالي بالفارينه باش ما تلصقليش. من بعد هذيك الطويه الفتحه هذيك دو بريفيرونس ديروها جهتكم، ما تخلوا جهتكم. فوالا انا وريت لكم. من بعد نجيب الحلال ونبدا نضرب بالعقل حتى هذيك الزبده اللي داخل تمشي لي كامل في العجينه ديالي. فوالا هنا نضربو غير بشويه فقط. ومن بعد البنات كما راكم تشاهدوا حليت العجينه ديالي، حلوها على شكل مستطيل، وهنايا نبداو نطبقوا نحسبوا عدد الطبقات. هنا نديرو هذا لو تور سامبل كما يقولوا له،
طبقه تكون سامبل. نجبدو الجهه اليمنى نطبقوا على 2، من بعد نجيبوا الجهه اليسرى نحكموها نحطوها فوق الطبقه الاولانيه اللي درناها. فوالا هذا لو تور يقولوا له تور سامبل. هذه هي الطبقه الاولى. فوالا كيما راكم تشاهدوا. من بعد البنات هنايا واش ندير؟ هنايا نجيب الحلال، هاي نسيي نسقمها مليح باش تكون على شكل واحد. فوالا ما تنساوش من داك ترشوا الفريده. هذه هي الطبقه الاولى كما قلت لكم باش ما تلصق لكمش. من بعد البنات نعاودوا ندوروا عفوا هذيك الفتحه جهتكم كما وريتكم كما الطريقه الاولى. نرشوا شويه فرينه، من بعد نزيدوا نحلوها للمره الثانيه. انا هنا ما رانيش نوري لكم كي راني نحل هكا باش ما تجينيش لا فيديو بزاف طويله. فوالا هنا نبدا نحلها. فوالا كيما راكم تشاهدوا هنا بعد ما حليتها للمره الثانيه هنايا نديروا لو تور هدايا على 2. كاين لو تور سامبل وهدايا لو تور يقولوا له تور دوبلي. فوالا دوك نفهمكم كيفاش لو تور دوبلي. هنا العجينه تاعكم كي تحلوها على شكل مستطيل تتنوها على 2. كي تتنوها على 2 تاخذوا هذاك لاطخاس تاع الوسط فقط كما وريت لكم صبعي. بعد تعاودوا تحلوها وتعاودوا طبقوا الجهه اليمنى على 2 والجهه اليسرى على 2 كما راكم تشاهدوا باش تلاقيو طبقات كما راكم تشاهدوا. فوالا على بالي راني شرح ما تفهموش بصح راكم تشوفوا راكم تفهموا. من بعد البنات واش ندير؟ نزيد نعاود نطبقها هذيك الطبقه هذه هي كما راكم تشاهدوا نزيد نطبقها على 2. ما على باليش الا فهمتوني ولا لا بصح الشكل راهو بزاف واضح. فوالا البنات هنا اوليو نديروها 6 مرات. هنا درنا الطبقه الاولى لو تور الاول لو تور سامبل. فوالا كيما راكم تشاهدوا راني تنيتها على 2. هنا سما درنا 2 طبقات ماشي طبقه واحده. معناتها المره الاولى درنا لو تور سامبل وهنا درنا لو تور دوبلي معناتها ولاو عندنا 3 طبقات. فوالا البنات فوالا نعاودوا نجيبوا الفتحه هذيك لجهتنا ونعاودوا نكرروا العمليه. نزيدوا نديروا في المره الثالثه هذه نزيدوا نديروا لو تور دوبلي يولوا عندنا 5 طبقات 5 لي تور. فوالا دوك هنا نوري لكم تقسموها على 2 عجينه تطووها على 2 كي تحلوها على شكل مستطيل هكا باش تاخذ لكم لاطخاس على خط الوسط. شوفوا كيفاش راني ندير باش ناخذ برك لاطخاس تاع خط الوسط. من بعد نعاود نحلها نعاود نتني الجهه اليمنى نتنيها على 2 والجهه اليسرى نتنيها على 2 وهذوك 2 طبقات نزيد نتنيهم فوق بعضهم ويولي عندنا. فوالا هنا الصوره راهي بزاف واضحه. يولي عندنا لو تو دوبلي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذه الطريقه بزاف سهله وعلى بالي بلا تخدموها في وقفه ماشي كيما الطريقه. كاين بزاف طرق تاع لاباط فايتي كاين طرق متعبه بصح الطريقه بزاف سهله. فوالا البنات فوالا هنا زعما راني درنا كامل 5 لي تور. مازالنا تور واحد. هنا مع الاخر نزيدو نديرو لو تور سامبل كيما درناه المره الاولى. انا نزيدو نحلو العجينه على شكل مستطيل ونطبقوها مره فقط كيما درنا لو تور سامبل المره الاولى كيما شاهدتوني. نتمنى تكونوا فهمتوني. فوالا هنا شوفوا كيما راكم تشاهدوا نجيب الطبقه تاع الجهه اليمنى نزيد نحط فوقها الطبقه تاع الجهه اليسرى ونخليها وكملنا لاباط فايتي تاعنا. شفتوا طريقه بزاف سهله. المقادير تاعها موجوده في كل بيت. نتمنى تجربوها. فوالا البنات وهنا لاباط فايتي تاعي راهي واجده. شفتوني وجدتها في وقت قصير. وهنا يجب قطعوها على 4 ولا على 3. ديروها في بابي فيلم وحطوها في الكونجيلاتور. كي تجيو تستعملوها جبدوها قبل باش تديكونجلا. انا هنا البنات فقط قطعتها صغيره كما راكم تشاهدوا باسكو راح ندير معكم الكوكا كما شاهدتوا. سينو لو كان كنت راح نخبيها كنت نقسمها على 3 ونحطها في بابي فيلم ونكونجليها. فوالا البنات هنا وريت لكم كما راكم تشاهدوا. شوفوا من داخل كيفاش جات فايتي. صدقوني جات هايله سورتو كي طيب لكم البيتزا وتشوفوا هذيك القرمشه تاعها وتجيكم فايتي بزاف هايله. فوالا البنات هنا نروحوا نجوزو نوريكم مباشره كيفاش درت البيتزا. هنا ناخذ
ناخد مرسو من لاباط فيتي تاعي اللي قسمتها، نبدا نحلها. وجدت السنيوه وراني شعلت لو فوق تاعي على 170 درجه يسخن مسبقا. فوالا البنات، هنا حلوها، ما تحلوها رقيقه ما تحلوها خشينه، حلوها على شكل مستطيل على حسب السنيوه ديالكم. وهنا ما تنساوش من داك رشو الفارينه كي تحسوها راح تلصق لكم. فوالا البنات، وهنايا كانت عندي لاصوص طوماط، كانت عندي واجده لاصوص تاع البيتزا عادي، والفا نديرها معكم. راح نخلي لكم الرابط تاع الوصفه في صندوق الوصف اذا حبيتوا بيان سور، وكل واحد يدير تكتوكه اللي يحب. انا درت تكتوكه سامبل، كانت عندي واجده صوص طوماط، واذا حبيتوا نتوما ديروا صوص طوماط بالبصل، تكتوكه بالبصل عادي. فوالا نحل الطبقه الاولى كيما راكم تشاهدوا. من بعد البنات نحطوا لاصوص في الوسط. ما تنساوش قبل ما تحطوا لاصوص تقبوها بلا فورشيت، لازم تقبوها باش تنفس، سينو حتغونفلي لكم تتنفخ. فوالا البنات كيما راكم تشاهدوا. هنايا نجيب لاصوص، من بعد نبدا نحل فيها، نحطها على كامل. هنا يسيو ما تروحوش كامل الاطراف الجوانب، هنا يسيو خلو غير في الوسط فقط. نتمنى البنات تكون عجبتكم هاد لا فيديو وهاد الوصفه، ونتمنى من كل قلبي تجربوها. ما تنساش زوروا صفحتي تاع الانستغرام، راح نخلي لكم لو لين هنايا كيما راكم تشاهدوا. والبنات نقول لكم اللي ما هيش مشتركه في القناه نتمنى تشارك وتابوني وتفعل الجرس وتجي ليها جام، هذاك الجام راح يساعد بزاف القناه تاعي. ونتمنى من كل قلبي يعجبكم الفيديوهات هادوما، تبارطاجيوهم مع احبابكم اصدقائكم. نكملوا لا فيديو. هنا البنات زيد حليت الطبقه الثانيه تاع لاباط فيتي. هنا نيتواي قبل شويه البلون دو طرافاي باسكو راهي الفرينه مزربعه بارتو. بعد ما نحلها نزيد نحطها فوق الطبقه الاولى كيما راكم تشاهدوا. فوالا علاش قلت لكم تخدموا لاباط فيتي هذه في رمضان، الواحد يكون عيان وما يكونش عنده الوقت باش يخدم، تجبدوها من كونجيلاتور تجيكم تقدروا تخدموها في وقت قصير، ما باربع ساعات وجدتوا البيتزا تاعكم. سورتو الا كنتو وجدتوا لاصوص طوماط تاعكم مسبقا وحطيتوها في الكونجيلاتور، تجبدوا غير كميه قليله باش تخدموا، صدقوني راح تخدموها في وقفه هاد البيتزا هذه. وهنا البنات كيما راكم تشاهدوا كي حطيت الطبقه الثانيه فوق الطبقه الاولى، نبدا كيما راكم تشاهدوا نغلق فيها الاطراف بلا فورشات كيما راكم تشاهدوا بالشوكه هكذا، باش كي تتنفخ وتطلع ما تفتحش وما تخرجناش لاصوص طوماط. وهنا نجوزو طريقه التقطيع. هنا مانيش نقطع، راني نطراسي فقط، ردوا بالكم يا البنات، هنا مانيش نقطع، هنا بظهر الموس نطراسي فقط كيما راكم تشاهدوا طراسيو. من بعد نوريكم طريقه التعطيب تاعها. مازالت لا فيديو على بالي راني نهضر بزاف، بصح الله غالب هكذا باش تفهموني تري بيان. فوالا البنات كيما راكم تشاهدوا. هنا كان عندي صفر البيض، درت له شويه تاع القهوه وندهن كامل البيتزا ديالي. هنا ما ديروش البياض، ديروا غير الصفار باسكو كي ديروا البياض فوق العجينه المورقه راح يتقلها وما يخليهاش تنفخ. رشقت فيها حبيبات تاع الزيتون اسود، من بعد حطيتها الطيب في الفوغ ديالي. وهنايا نجوزو للطياب البنات. هنايا الطياب طريقه تاع الطياب، هنايا خليتها طابت نص طياب، انا مازال ما طابتش مليح من تحت، طابت نص طياب حوالي 20 دقيقه. من بعد نجبدها ونبدا نقطع فيها. مع الاول تراصيتها فقط، ودوكا راني جبت الموس وراني نقطع حتى لتحت. وعلاش راني نقطعو فيها؟ باش الطياب يدخل بين الطبقات، وباش دير لي هذيك الطبقات هذوك كي تشوفوا البيتزا تاعكم كاري تشوفوها منفخه في الوسط، تشوفوها مفتوحه هكذاك. كي تقطعوها بهذه الطريقه وتعاودوا ترجعوها تكمل الضياب ديالها راح تفتح. وعلى البنات احنا نقطع كيما نديرو قلب اللوز، مع الاول نطراسيوه من بعد نطيبوه نص طياب، نعاودو نجبدوه نقطعوه هكذاك. دوكا نطراسيوه مليح، عفوا نقطعو مليح، نقطعو كامل الخطوط اللي طراسيناهم، نعاودو نرجعوها طيب المره تكمل طيابها من تحت ونزيدو نطيبوها من الفوق. فوالا البنات هنا وريت لكم لقطه خفيفه فقط كي كنطيب في الفوق. شوفوا كيفاش تنفخت الله يبارك. وكيفاش كنت نقول لكم كيما حكيت لكم قبيله، كي تقطعوها مليح بالموس شوفوا بين الحبه والحبه كي قطعناها
تتنفخ وتتفتح وتبان الحبه وحدها. والبيتزا هنا راهي طابت البنات. هنا بعد ما طيبتها مليح من التحت ومن الفوق وحمرتها، فوالا هنايا شاهدكم في الجنه. هنا بعد ما بردت لي شويه فقط كنت قطعتها وحطيتها في صحن التقديم. نتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو، وما تنساوش البنات تعملوا لي القناه بالجيم واللايك باش يلحقكم كل فيديو جديد ان شاء الله. شوفوا البنات كيفاش راهي مورقه، صدقوني جات بزاف بزاف هايله وبزاف بنينه. نتمنى من كل قلبي تجربوها. شوفوا من الفوق كيفاش راهي تبري، داك البيض كي درنا له القهوه، شفتوا اللون تاعو كيفاش جا بزاف هايل. انا نقول لكم خليكم بخير ان شاء الله، نتلاقى في وصفات اخرى مع فيديوهات اخرى ان شاء الله. سلام.